انت عارف ان انا راضي الحمد لله، صح؟ عارف اني راضي ودايما بقول الحمد لله. بس ايه حكمتك ان مفيش حاجه بتكمل؟ لا عارف اشتغل شغلانه بحبها ولا عارف اتجوز اللي بحبها ومفلس. ليه دايما في حاجه بتصدني عن طريق الخير؟ ولا هو مش خير؟ ولا هو مش خير يا رب؟ انا عارف ان كل حاجه بتعملها بحكمه، وان محدش غيرك عارف الخير فين، بس انا تعبت. انا تعبت. انا تعبت ومش قادر اكمل. انا هقف. انا هقف. انا مش هكمل. أنا حسن، تميت 32 سنة، اتخرجت من كلية تجارة واشتغلت كل حاجة في الدنيا. بحب اطلب كده يعني كاشير على دليفري. أنا بحب الكتابة جدا، وهي سبحان الله بتجري في دمي. قدمت من سنين طويلة في كل حتة، قدمت قصص قصيرة ورواية أدبية، بس في حاجة غلط. دي حتى مسابقة المنحة اللي أنا عارف إنها صعبة وبياخدوا فيها واحد بس، برضو قدمت فيها. أنا قررت أمشي وما حبيتش أرمي نفسي من فوق عمارة أو ترمي قدام عربية. مش عايز أعضائي تبوظ، عايز أتبرع بالصالح منهم للمحتاج. أنا مش أناني، أنا عايز أنهي الرحلة بدون عقد أو فلسفة. بس اللي هحزن عليهم قوي يوسف أخويا وهدى خطيبتي. سلاما إلى أهلي وأوصيكم الحب لكل الناس. حسن أوصيكم بأنفسكم خيرا حسن وبأولادكم حبا. ادفنوني فوق جبل، عايز جسمي يغطيه تراب مش أسمنت. وخلوا بالكم من هدى ومن آخر العنقود يوسف أخويا حبيبي اللي حبي ليه أكبر من الكون كله. مش عشان مش بيتكلم، بس عشان بحسه ابني مش أخويا. هفارقكم وأنا تميت 2 أسبوع و4 شهور و32 سنة. الحقوني. حسن في ايه؟ بتردش ليه يا ابني؟ حسن اخويا حنان قوي، وعمره ما قال لي لا على اي حاجه. الوحيد اللي بيعرف انا عايز ايه من غير ما اتكلم. هدى جارتنا دي اكتر واحده بتحب حسن، وهم مخطوبين من 6 سنين. هدى ممرضه في المستشفى اللي ورانا. اذهب إلى ولدي وأعلمه. أستاذ حسن موجود؟ أستاذ حسن موجود؟ وأبلغه لا الدنيا ستدركه
طيب ده ظرف المنحة من منظمة اليونيسيف، بس لازم هو اللي يمضي عليها، ما ينفعش حد تاني. اليوم ولا الصبر ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ ده احنا ملناش غيرك، ده احنا ملناش غيرك. ده انت نور عينيا، ده انت الهوا اللي انا بتنفسه. انا متضحي باللي بيحبوك يا ابني. ده رحمة ربنا واسعة، رحمة ربنا واسعة، ربنا كبير ما بينساش حد. يا حبيبي أستاذ حسن موجود. أحمدك يا رب، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب، فضلك علينا كبير. الحمد لله، الحمد لله.